السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة انا ما عملت لكم الفيديو اللي قبل ده، هيكون طاجن الفخار باللحمة والخضار. النهاردة هنعمل الفخار بدبابيس الفراخ او بالفراخ والخضار. الخضار ده بيعتمد عليك انت عايزة اي خضار تحطيها، اللي بيحب اي خضار يحطه. دي طبعا الدبابيس بتاعتي جبتها وغسلتها، خليها بالدهون بتاعتها كده. هنشويها هنا، نعمل لها صدمه بس كده. والخضار برضو هقلبه في نفس المكان بتاع الفراخ. هشويه وارجع لكم تاني هنخلص كده. انا شوحت الخضار اهو، بس طبعا ايه عشان هو سخن مش هقدر ان انا احطه كله على بعضه وايه احط له التوابل. ده ملح، زعتر، فلفل اسود. حطش بهارات ولا احط حاجه عشان ايه اللي عايز بقى يحط ده اختياري. البهارات والخضار يا جماعه اختياري، بس انا اديكم الفكره بس يعني. هنحط بقى الملح كده على الخضار، وحبه زعتر، وحبه فلفل. وبرده هنا في خضار تاني اللي هو طماطم صغيره منقياها صغيره قوي، يبقى صغيره اهي. حطيت هي وفلفل الوان، هحط لهم برضو شويه ايه لاني مش قادره احط الخضار كله على بعضيه، وشويه فلفل. تمام. وهنا الفراخ بتاعتي برضو هملحها، احط لها برضو التوابل. محطتش ملح. تمام كده. دي الخضار اهو. في ناس بتحط بتنجان، انا حاطه اهو فاصوليا اللي انا بحاجات اللي بحبها. ودي بطاطس كانت عندي صغيره. وهنحط بصل، انا بشره بصل اهو هحطه عليه، اروح اجيبه كده. انا شوحت الخضار اهو، بس طبعا ايه عشان هو سخن مش هقدر ان انا احطه كله على بعضه وايه احط له التوابل. ده ملح، زعتر، فلفل اسود. حطش بهارات ولا احط حاجه عشان ايه اللي عايز بقى يحط ده اختياري. البهارات والخضار يا جماعه اختياري، بس انا اديكم الفكره بس يعني. هنحط بقى الملح كده على الخضار، وحبه زعتر، وحبه فلفل. وبرده هنا في خضار تاني اللي هو طماطم صغيره منقياها صغيره قوي، يبقى صغيره اهي. حطيت هي وفلفل الوان، هحط لهم برضو شويه ايه لاني مش قادره احط الخضار كله على بعضيه، وشويه فلفل. تمام. وهنا الفراخ بتاعتي برضو هملحها، احط لها برضو التوابل. محطتش ملح. تمام كده. دي الخضار اهو. في ناس بتحط بتنجان، انا حاطه اهو فاصوليا اللي انا بحاجات اللي بحبها. ودي بطاطس كانت عندي صغيره. وهنحط بصل، انا بشره بصل اهو هحطه عليه، اروح اجيبه كده. الصلصه هي اللي احنا هنحطها. نحط الصلصه هنا كده. دي برضو الصلصه اللي انا قلت لكم عاملاها، حطيتها امبارح في الطاجن التاني. كان في شويه زودتهم وحطيتها بس خليها تنزل بس كده. هنغطي هنا بالورق ده. بليتها ميه عشان ايه اعرف ايه اعملها كده اهو، عشان يبقى صحي، عشان السيلفر مش صحي وكده. ما تقلقوش، حتى لو الطاجن الخضار طالع هينزل، اما هيستوي هينزل. تمام. واقفله كده كويس، وهدخله على درجه حراره 200، او اعمله على البوتاجاز من فوق شويه يغلي، وهنزله ويكون الفرن بتاعي سخن، وانزله احطه فيه. تمام كده. وارجع لكم تاني نتفرج عليه اما نخلص.
يلا كده انا خلصت. شايفين بقى لسه مخرجاه حالا من الفرن، شايفين بيعمل ازاي؟ جميله جدا، وريحه بقى مش هقدر اوصف لكم على ريحتها، بس مش قادره اغرف ولا اوريكم يعني. طبعا هي اصلا الفراخ سهله في التسويه وجميله يعني ما فيهاش حاجه. وعشان يعني اللي مش مقدرته يجيب لحمه يجيب فراخ. دبابيس اهي، دبابيس عاديه جيبوها من عند بتاع الفراخ عادي ماشي. ممكن جوانح، ممكن اللي عايز يعمل بجوانح يعمل بجوانح، ممكن ببانيه، ممكن بقطع بانيه. قطع فيليه بقى مش بانيه. ماشي. بس هي بالدبابيس احلى يعني، الاطفال بتحب ان هي تاكل الفرخه او اللحمه فيها عظمه، بيبقوا فرحانين بيها. اتمنى تجربوها ان شاء الله، وبالهنا والشفا.